مش بدعم اي نوع من انواع التحرش. في الحلقة دي انا مركز على جزئية معينة محدش يتكلم عنها، مش ببرر اي تعدي من جانب الرجالة ناحية النساء نهائي. مش عايز الاقي نفسي عبد الله رشدي في 2016 بالله عليكم. ما هو لما ابقى انا بعمل فيديوهات علشان احس بالايجو وان ارائي وافكاري صحيحة وكرييتيف وتستحق المدح، لاني ما باخدش جنيه من يوتيوب، فما ينفعش ال 3000 فيو دول. فلو مش هتوفر لي على الاقل شوية الايجو دول وتتفرج بذمة، هعمل فيديوهات برضه. اصل مين ما يحبش انه يعبر عن افكاره حتى لو ل 100 بني ادم؟ بس انا راشق معاكم ان شاء الله ما تقلقوش، بس حركتنا بقت ابطأ شوية يعني، والبركة فيكم. حلقة النهاردة هي مش عن السينما ولا عن عمل معين، بس بمناسبة ثورة الناس على الظلم في كاس العالم، واتحاد الناس على تشجيع فريقهم الوطني، وانزعاج الناس من الظواهر المنافية للاخلاق، وحوادث التحرش والتصوير والتبرعات، وانهيار وصحوة الاخلاق اللي بنتخبط بينهم طول الوقت. حبيت اقول شوية اراء منها الغريب والعجيب في اكتر من موضوع، يعني اعبر عن غضبي. بس في البداية اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس لو عايز تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ. بعد كل مناسبة كبيرة بيجتمع عليها وعي الشعب، الواحد بيقعد يعيد في حساباته ويتأمل اخلاقياته من الاول، هل هو صح ولا غيره هو اللي صح. اول حاجة اتفقنا عليها ان المجتمع الامريكي مجتمع ومش محتاج اهري في الاسباب اللي ظهرت في كاس العالم وقبلها في ترامب وعلاقته بالصهاينة. بس تعال نبص المرة دي على اخلاقيات الشعب الامريكي، يعني افتتاحية نشوف هل فكرة الحرية المطلقة مكاسبها اكتر ولا خسائرها. يعني من واقع تعاملي مع الاجانب على مواقع المتوحدين اللي زي اوميجل واومينجل ميجل، كنت بشوف الثابت في المجتمعات دي هو مبدأ واحد، اللي هو I don't give a shit. انا مش مهتم. الدين مش مهتم. الايمان بوجود اله مش مهتم. الاسرة والعيلة مش مهتم. الجواز مش مهتم. اراء المجتمع فيك مش مهتم. طب المجتمعات الاخرى اللي حواليك مش هيقولك انه بيشوفهم اقل منه وانهم درجة تانية، ولكن هيقولك انه مش مهتم. يعني كل انسان عايش لنفسه، وده عنصر اساسي في ان المجتمع يتفك. اقسم بالله عن موقف شخصي قابلته، شخص متحول نفسيا في رحلة التحول من راجل لست، وكان مصاحب في سن غير قانوني ومخلف منها في سن غير قانوني، وبعدين انفصل عن صاحبته وساب طفلته مع امها، ورايح هو دلوقتي يتحول لام تانية. وطبعا الام اتجوزت على ما اتذكر، يعني عشان ما اكونش بكذب. طب انت مش شايف ان بنتك دي دماغها في المستقبل؟ لا. طب التفكك، طب العيلة، طب ما هي كده هتتعلم منك وتحاول تتحول لذكر في سن غير قانوني برضه. والغير قانوني دلوقتي تحت ضغوط المجتمع وتكرار ممارساته هيتقنن. اصل ما اعتقدش مثلا ان الحريات والتقنين ده كان موجود في امريكا مثلا من 100 سنه. ما اعتقدش ان كان كل شيء مباح زي اننا نمشي ساحبين بني ادمين مستكلبين في الشارع من 100 سنه. فبالمنطلق ده كمان 100 سنه المحرم دلوقتي واللي جريمه شنيعه هيبقى مباح. وهنا بقى نيجي لنقطه الخلاف الاكبر. انا لا مستشيخ ولا احسن من حد، بس في حاجه اسمها عنصر البحث عن الستر اللي الناس فقدته. دلوقتي بقوا يشوفوا اللي بيعمل ذنب في السر وبيهاجم الذنب ده على العلن يبقى منافق. يعني انت مطلوب منك يا باشا تبقى ملاك لو عايز تنصح او تهاجم ذنب، او لو هتذنب تذنب على العلن علشان تبقى شجاع كده ومش منافق وبتواجه المجتمع باخطائك. اصلها بقت موضة دلوقتي الانسان السعد الصغير اللي هو يعمل كل الموبقات ويطلع يقول ايوه انا عملت وانا وحش، فالناس تسقف له برافو عليك. طب يا ابني ما يا تقول عملت وبطلت، لان ما ينفعش تبقى كل برنامج وكل حلقة وكل موسم تطلع تقول انا عملت حاجة جديدة. يا اما تعمل وما تقولش. اصل هي مش شطارة منك المجاهرة ولا شجاعة ولا صراحة مع النفس. اصل ده عمل زي موضة تصالحي مع عيوبك وحبيها. اطلعي قولي البيريود بالفم المليان، اطلعي بدهونك اطلقيها علينا في كل اتجاه. بصي رب شعر باطن، ربي شعر رجليك، بصي رب شعر، احلقي شعرك، احلقي شعر راسك. التصالح مع العيوب اللي ملناش يد فيها معناه اننا لما نضطر نقولها لظرف او لاهمية نقول، لكن مش نحبها ولا نفخر بيها. نفخر بانتصارنا عليها او بعلاجها او باستمرارنا رغم وجودها. لكن ليه احب عيوبي يا عم؟ اما عن مبدأ الستر فده ياخدنا للموضوع المنتشر في مجتمعات ايجيبت ومجتمعات الميمز ومجتمعات الفيمينيزم، وهو العذرية والبكارة. فتقول لك البنوتة ايه؟ انتوا دلوقتي بتختصروا شرف المرأة في المنطقة دي، وده المعيار الوحيد للعفة عندكم. طب ما هي ممكن تمارس كل حاجة وتفضل عذراء وتغفلكم، انتوا كده سطحيين. ده نفس مبدأ محاربة اللي بيحارب المجاهرة بالذنب علشان بيذنب بينه وبين نفسه. التمسك بأشياء البكارة هو تمسك شديد لانه في حد ذاته عبارة عن حالة من انقاذ ما يمكن انقاذه من الشرف. يعني لو في ايدي ان اتقي مصدر شر او ضرر واحد ومش عارف احافظ على الباقي او احميهم، او ما عنديش الكيفية او الآلية اني اعرف باقي المصادر اتعمل معاها حاجة ولا لا، هل ده يخليني محميش اللي تحت ايدي وما اتمسكش بيه؟ يعني لو انا بضعف قدام اكل البطاطا مثلا ولكن عارف انها مضرة، ما اطلعش اقول انها مضرة؟ ما هو بنفس المبدأ ده يبقى لو انا عاصي يبقى بلاش اصلي. ده مبدأ معطوب ومريض لازم تعيدوا حساباتكم فيه. البكارة مش رمز الشرف الوحيد،
ولكن هو اكتر شيء ملحوظ. محاربة الذنب على الملأ وممارسته في السر افضل مليون مرة من ممارسته على الملأ، لان على الملأ تأثيره على الناس اكتر وعدد المنضمين ليه هيبقى اكتر. وده ياخدنا لمسألة تأثر الشخص بأي حاجة بتحصل حواليه في المجتمع. انا مش متفق ابدا مع مبدأ سد ودانك وما تفرجش عيالك على الفيديو وانا حر انزل اللي انا عايزه، وانت لو ما منعتش اهل بيتك واطفالك ونفسك وغرايزك تبقى انت اللي غلطان. لان ببساطة درجة تحكم البشر في نفسهم ومقاومتهم لضعفهم بتختلف، وظروف عرض اي محتوى صعب او بيخاطب الغريزة وظهوره قدامهم بتختلف ومتنوعة جدا، وممكن تبقى عكس رغبة الشخص. يعني الشخص ممكن ما يكونش عايز يشوف ده بس ممكن يظهر قدامه صدفة او بالغلط، فما يبرئكش من الذنب انك تكتب زائد 18 ولا زائد 90. حتى يبرئك انك تترك الشيء من بابه وما تنزلوش اصلا، لان مخاطبة ضعف الانسان جريمة. وده ياخدنا للسعي لتقنين قواعد جديدة في المجتمع. من رأيي الشخصي انا بشوف ان مخاطبة الضعف البشري جريمة زيها زي اي جريمة تعدي، لان حرفيا ده تعدي على حاسة من حواسي وليكن النظر. فانا من مكاني هنا بنادي بتفعيل قانون للإيذاء البصري، زي ما في إيذاء لمسي وحسي وصوتي ولفظي يبقى في كمان إيذاء بصري، سواء بالشكل الغريب والمظهر اللي بيدعو للاشمئزاز، سواء بقى حلقان، تاتوهات، قلع، كل دي حاجات بتأذيني بصريا يا سيدي. فلما يكون باتفاق الناس ان دي حاجات مؤذية للعين او فجة يترتب عليها مثلا عقوبات بسيطة وتزيد تدريجيا، يعني غرامات او حبس مؤقت وايا كان. وكذلك الإيذاء الصوتي، الصوت العالي والسباب، حتى لو السباب ده مش موجه ليا تحديدا. الإيذاء الشمي بالريحة واحنا في الصيف. وهنا بقى في الحاجات دي هيجتمع الناس على رأي ابراهيم ويتفقوا ان الإيذاء ده بالإجماع، وان الإيذاء ده مش خارج عن إرادة الشخص المؤذي ولا الشخص ده مخلوق بيه، انما الإيذاء ده هو مكتسبه وقصده. لكن لو خارج عن ارادته طبعا هو معافى عنه تماما. وانا عارف ان ده عمره ما هيتطبق ولكني بحلم معاه، بس هيكون نوع من انواع العداله وتكافؤ الكفتين. فاكرين الستر كان جاي مع غض البصر؟ فاكره؟ وده ياخدنا لقضيه تانية زي قضيه التحرش. وهنا انا هتكلم عن فئه معينه من الاناث، مش كلهم طبعا، وهم اللي مقياس السماح بالتحرش المغازلة عندهم هو شكل الراجل الحلو وجسمه او جنسيته من اي دولة تانية او فلوسه او عربيته. بيتمرن معايا في الجيم دلوقتي. فانا حتى السماعات في ودني فلقيته جاي بيقرب فبيقول حاجه، فرحت شايله السماعات قلت له هو كان هيلب يو، بيقول لي هاي ام كولين from Australia I just wanted to say you are so beautiful have a nice day. ايه الناس الجميله دي والله العظيم، ولا اي حاجه يعني، حتى مش اللي هو تحرش مثلا او حاجه، لا حد جميل والله. هو بس بيقول I wanted to say that you are so beautiful have a nice day. ايه الجمال ده يا جماعه؟ ايه الجمال ده؟ حول المقياس من الاخلاق والدين وربنا واللي اتربينا عليه لمقياس رغبتها الشخصيه وحريتها في قبولها او رفضها. وده معيار للاسف هصدمك واقول لك اني ما بحترموش نهائي. يعني على سبيل المثال حادثه حصلت، بنت مع لاعب كوره سمحت له بحاجات وفجاه في نص الحاجات دي ضربته، ولو هو اتحرك ناحيتها سنتي كمان هيتحول لمتحرش منتصب، لان حضرتها قررت ان خلاص هي حره تقبل او ترفض في اي وقت، وهو عبد تسمح له بقى حبه ترفضه حبه. وده مقياس في حد ذاته قذر، لان المقياس لما بيساب لرغبه البني ادم وحريته كل حاجه بتخرب. لذلك لما الشيخ بيتكلم مع الملحد بيحاول يلجأ معاه لحكم اخلاقي، بيقول له انت بتحتكم لايه لو مفيش عنصر خارج نفسك قننك وبيحكمك؟ لان نفسك في يوم من الايام هتضعف، وممكن نفسك تكون شايفه حاجه حلال غيرك شايفها حرام، وممكن نفسك تكون شايفه حاجه حرام غيرك شايفها حلال. فنفسك هي مش المقياس الاوحد، لازم نحتكم لحاجه اكبر. حتى واحنا عندنا رغبه في الحاجه دي في حاجه اكبر بتلمنا. يعني يلي بتحولي معيار قبولك للتحرش والغزل هو الجسم والشكل والفلوس، مش ربنا ولا الدين ولا الاخلاق. امنعي الطرفين، امنعي ان حد وحش يتحرش بيكي وحد حلو ومعاه فلوس يتحرش بيكي، يعني منعا لفقدان الثقه فيكي، ومنعا لفقدان التعاطف معاكي لما تتعرضي لموقف تعدي بعدين، ومنعا لفقدان الثقه في جنسكم كصنف نساء، علشان الست او البنت العفيفه الطاهره ما تتاخدش في الرجلين. عاوز اكد تاني برضو، مش معنى ان واحده عندها المقياس البايظ ده ان احنا نروح نتحرش بيها. انا مش بدعم ان حد يعتدي عليها لمجرد ان هي المقياس بتاعها، لا احترم. اولا انت مش تعرف المقياس بتاعها هو ربنا والاخلاق ولا رفضها الشخص ولا شكلك. انت محتاج تشوف اكتر من حادثه قدامك وتشوفها بتقبل شخص وبترفضك. ولو افترضنا جدلا ان ده حصل والمقياس بتاعها فعلا بايظ، احنا مش بندعم ان انت تعمل معاها ده، مستحيل. انا وانت عندنا ولايه. اما اخر نقطه عايز اتكلم فيها وهي نقطه منفصله، هي محاربه النظام الحالي في التعامل مع العملاء على الانترنت. يعني انا لو بشتغل شغلانه اونلاين، انت كعميل مين اداك الحق انك تدخل تبعت لي رساله تستفسر وتختفي؟ كل مثال هقوله اونلاين فكر فيه وقيسه على الحقيقه. لو انت شغال في محل، هل هتتقبل نفس الموقف ولا لا؟ ساعتها هتفهم وجهه نظر. مين اداك الحق كعميل تخش تسال عن السعر وتختفي من غير ما تعتذر انه غالي او انك مش هتقدر تشتري او تقول حتى سلام عليكم؟ هل لو انت شغال في محل وجالك زبون ينفع يدخل يسال عن السعر ويمشي ويقفل الباب وراه من غير ما يقول حتى سلام عليكم؟ طيب مين ادالك الحق كعميل تشوف رسايلي وما تردش؟ هل لو انت شغال في محل وجالك زبون وانت كلمته وما
ردش عليك هتتقبلها؟ مين اداك الحق كعميل تديني ميعاد هتشتري فيه منتج وبعدين تختفي؟ مين اداك الحق كعميل انك تتفق على دفع حساب منتج معين اديتني اوردر ان انا اعمله اوريدي وتاخرني عليه من ساعه لاتنين ليوم واتنين وتلاته؟ مين اداك المساحه الفضفاضه دي من الحريه؟ مين ادالك الحق كعميل تجرب فيا كصانع محتوى او منتج وتقول لي مثلا اعمل لي العينه المبدئيه دي وانا متاكد تماما اني هبعت لك عربونك او الديبوزيت بتاعك بعدها، ده سيستم شغلي، وبعد العينه تختفي وتبقى بس جربت فيا؟ مين اداك الحق انك تخدعني وتختبر مستوايا بحجه انك هتدفع وانت مش هتدفع؟ طب ما تقول من البدايه انك مش هتدفع ويمكن اعمل لك، خليك صادق ما تبقاش ناقص. مين اداك الحق انك تتعامل معايا كاني لا مؤاخذه سمكه ترمي لي طعم اني هشتغل معاك بشكل مستمر اسبوعي بل يومي وكتير جدا لمجرد انك تحفزني ان اخلص لك الاوردر اللي في ايدي باحسن نتيجه ممكنه وبعدها انا اللي اتصل بيك اسالك هنتعامل امتى وتكرف لي واتحول انا كان انا اللي بطلبك؟ طب مين اداك الحق لما اقول لك سعر رمزي وتافه جدا مقارنه بمستواك المادي وانت ما شاء الله غني جدا انك تطلب عدد تعديلات لا متناهي من غير مقابل وتدقق في ال50 جنيه رغم ان ربنا مديك لمجرد انك حاسس ان اللي قدامك عبد عندك مثلا؟ طب مين ادالك الحق انك تقول هتدفع مبلغ اكس لما تلاقيني مستعجل على الفلوس او متحمس تفتكرني طماع او حرامي او تشك فيا فتغير كلامك او طريقه الدفع بتاعتك او تغير مبلغ الاكس وتخليه زد؟ مش ده نقص منك انك تغير كلامك وتدخل تلعب في سيستم الشغل لمجرد انك تروماتايز، لمجرد ان انت متعود ان انت تنصب عليك كتير، لمجرد انك لقيتني محتاج الشغل يا راجل يا ابني يوم يا ابني قال لك هدفع لك وليكن 10 جنيه مقدما وبعدين ابعت لي اللي عندك، بعدين لقاك مستعجل علشان عدى على كلامه يوم واثنين وثلاثه فراح منزل مبلغ ال10 جنيه ل5 جنيه واتاخر 10 ساعات بعدها فهتيجي تكلمه فتلاقي المبلغ راح نازل ل3 جنيه وقال لك ابعت لي اللي عندك الاول يا اما مش هيتعامل معاك تاني. طب وعموما يا رجاله نصيحه لاي حد بيشتغل اونلاين، محدش يعمل تيست مجاني لحد حتى لو شركه كبيره او شخص غني، محدش يعمل تعديلات مجانيه لو الخطا مش من عنده. اللي عايز يقيم شغلك قيمه من خلال نماذج سابقه لشغل عملاء سابقين، وربنا يحفظكم ويولع في كل الفئات اللي ذكرناها النهارده ما عدا لو حد فينا او فيكم منهم، يعني ساعتها ربنا يهدينا، لان انا طبعا ما بقبلش على نفسي ولا عليكم الا اقبله على غيري. ليه؟ لان انا انسان متناقض. ليه؟ لان انا انسان عموما. وفي النهايه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس علشان ان شاء الله في حلقات جايه مسلسلات وافلام، بس الصبر حلو. ومعلش لو انا كنت اجريسيف وعصبي او قلت اراء ممكن تكون مخالفه لارائكم، بس معلش انا لازم اقول لكم اللي بيدور في دماغي. يلا سلام. كل ده كذب وانا اللي قايله. بس انت قايله. انا قايله كذب.